بث الشعابي نشير مشاهدينا إلى أن الصور التي سنبثها إلى حضراتكم تتخللها مشاهد مؤثرة جدا، لذا ننصح الأطفال بعدم متابعتها. وقد استشهد 8 جنود وأصيب 3 آخرون بجروح ليست خطيرة في كمين إرهابي بجبل الشعابي من ولاية القصرين مساء الاثنين أثناء دورية عسكرية في الجبل. وأكدت مصادر طبية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بعضا من عناصر الجيش تم ذبحهم بعد قتلهم. إثر ذلك شهد محيط المستشفى الجهوي بالقصرين تجمع أعداد كبيرة من المواطنين الذين توافدوا عليه. وسجل خلال التجمهر بمحيط المستشفى رشق بالحجارة لأعوان الأمن الذين تواجدوا بكثافة أمام المستشفى وفرضوا طوقا عليه من مداخله الرئيسية. للأسف الشديد ثم نوعين من الإصابات. في مرحلة وصلنا معناها 4 حالات جروح معناها غير خطيرة، ماهيش نتيجة حسب المعاينة الأولية ماهيش نتيجة معناها إطلاق نار. والنوعية الثانية من الإصابات هي حالات معناها نتجت عليها وفاة. معناها المعطيات الأولية تفيد أنه معناها لحد الآن 9 حالات وفيات. حسب المشاهدة أنا شخصيا معناها ما تمكنتش باش نشوفه مباشرة، أما حسب معناها الأقوال الراجعة كانوا معناها ثم حالات ذبح تعرضوا للذبح.
كارثه صارت، خليهم يجيوا هما يقولوا لكم المصدر. هما الناس اللي يعرفوا كل شيء هما اللي يقولوا لكم المصدر. هذوما الناس اللي في تونس العاصمه اللي شادين غادي ومسيبيننا احنا لهنا، لا تجهيزات لا حتى شيء. ناس كل نهار تموت عباد وهما ما في بالهمش حتى بشيء. نهار الكل يتعاركوا على الكراسي، لهاو الناس بالتلافز لهاو كذا كذا، ونساو اللي معناها في شقال الفطر تصير لنا كارثه بالحجم هذايا. معناها بصراحه والله شيء ما عادش ياسر يزي بصراحه يزي. انا كاطار امني نوجه ندائي للرؤساء الكل، للمعارضه الكل، يجيونا القصرين، يجيو يشوفوا شنو فما في القصرين. راهو عيب اللي يعملوا فيه، عيب. هما يتعاركوا غادي واحنا هنا ضحايا. معناها ولات كارثه، صارت كارثه ذي كارثه بها تم معنى الكلمه في تاريخ تونس. ما صارتش كارثه كيما هذه، يستحيل باش صارت كارثه. جاء ربي يزيونا، جاوا القصرين.